النهارده استاذه هدير كانت عامله العمليه معانا بالظبط من يوم 29/4. كنت كام كيلو هدير؟ كنت 100. والنهارده الحمد لله احنا كام كيلو؟ 77. احكي لنا عن مشاكلك قبل العمليه. كنت انا تعبانه، عندي تعب في مخ واعصاب في دماغي. كان الدكتور بتاع مخ واعصاب كان كاتب لي واقي للسنان، كنت ببقى نايمه مش قادره اخد نفسي، سنه كانت كاتمه على نفسي. دلوقتي الحمد لله الواقي الدكتور لغاه، بقيت انام مرتاحه، حاسه ان انا بقيت مرتاحه نفسيا. كنت الاول مش بقدر اتحرك، كان الناس على طول تديني سن فوق سني. انا عندي 30 سنه كانوا بيديني 40، بقيت اصغر كمان من سني. فضل يرجع لدكتور محمد، والله من اشطر الدكاتره بتاعت السمنه نفسيتك اخبارها ايه بعد العمليه؟ بقت كويسه جدا. احكي لي كده عن موقف معين كان بيضايقك قبل العمليه وانت وزنك مليان، ودلوقتي بقى اخباره ايه؟ ما كنتش بقدر اتحرك، كنت بحس ان انا بنهج جامد، كنت بحس كبيره عن سني، كنت ما مش قادره اتعامل مع اطفالي، حاسه ان انا كبيره عن سني جامد. دلوقتي حاسه ان انا دلوقتي عندي 22 سنه مش 30 سنه. الحمد لله. انا مبسوط اكتر ان انا شفتك النهارده. ربنا يخليك يا تسمعي دكتور. الكلام وبتمشي على التعليمات مظبوط، وانا فرحان بوجودك جدا، وان شاء الله نفضل احسن واحسن ان شاء الله مع وتمشي. حضرتك. ربنا يخليك يا هدير. والله كل اللي عايز يعمل عمليه لازم يعملوها عند دكتور محمد، من افضل الدكاتره. وكمان كفايه ذوقه في العمليات، الواحد بيبقى خايف لا بيطمن الواحد، وبيفضل مع الواحد لغايه ما الواحد بيبقى صحته ترجع له حتى في المستشفى. الحمد لله الحمد لله، ده فضل من ربنا يا هدير. ربنا يخليك يا دكتور، وربنا يكرمك كمان وكمان. ربنا يخليك يا هدير، نورتي. ربنا يخليك يا دكتور.